ملي تجي الخلافة إن شاء الله غادي نقضيو على الخطابات العنصرية والفوارق الطبقية، وغادي تنقص القضايا في المحاكم بشكل كبير، وما غاديش تكون الأحكام كتحابي من أجل القرابة أو الرشوة أو المآرب الشخصية أو الإملاءات الخارجية. ما غاديش ناخدو قروض من البنك الدولي، وعلاقة الخلافة بالخارج ضروري تكون مبنية على رضا الله والرسول، ماشي نرضيو اليهود أو النصارى أو غيرهم. اللي كان شيعي أو صوفي وما بغاش يدخل الإسلام غادي يخلص الجزية ويلتزم بالحفاظ على النظام العام ديال الدولة، وفي المقابل ما غاديش نفرضوا عليه يصوم أو يصلي، لأن الحكم ديالهم بحال اليهود والنصارى تماما. بل الجزية كتخاد حتى من المجوس، علاش ما ناخدوهاش من أهل الكتاب اللي كينتسبوا للإسلام؟ أما بالنسبة للمسلم اللي مع الجماعة فالصلاة غتكون مفروضة على الجميع، والبلاد ديالنا إن شاء الله ما غاديش تنتشر فيها السرقة ولا الخمر ولا الزنا ولا قذف المحصنات، فهاد الأمور تتبعها عقوبات معروفة وزاجرة. زيادة على هذا، الأمة المسلمة كتأمر بالمعروف وكتنهى على المنكر، وكتخاف الله في السر والعلن، وكتحلى بالأخلاق الحميدة والبعد عن الرذائل. والسلام عليكم.